بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم زملائنا الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم علي وض، وبقدم محتوى تعليمي عن الكباري، نستعرض فيه إيه هي الكباري وأنواعها والأحمال عليها وطرق الأناليسيز والتصميم لكل عنصر فيه. لو فاتك أي جزء هتلاقي في الديسكريبشن روابط لكل الفيديوهات السابقة. عشان يوصلك كل جديد ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس، وعلشان دعمك هيفرق معانا يا ريت لايك وشير للفيديو عشان نوصل الإفادة لأكبر عدد ممكن إن شاء الله. بعون الله وتوفيقه هنتكلم في الفيديو ده مع بعض عن الأحمال على الكباري طبقا للكود المصري لعام 2015، وده آخر إصدار لكود الكباري في مصر. والكود المصري هو نسخة طبق الأصل من الكود الأوروبي في الأحمال. طب معرفتنا للأحمال دي نبقى عرفناها للكود المصري والكود الأوروبي في نفس الوقت، طبعا باختلاف الأحمال المعتمدة على المناطق زي الرياح والزلازل. أول لود هنتكلم عليه طبعا هو الديد لود، ورمزه في الكود بيكون دي ال، وده طبعا بيعبر عن وزن جميع عناصر الكوبري، وزي ما واضح معانا في الصورة اللي قدامنا دي زي الديك سلاب والجردرز والفريمز الاباتمنتس، كل دي عناصر وزنها بيخش في الديد لود. وزي ما واضح معانا برضو في الصورة ان في اشكال مختلفة للفريمز والاباتمنتس، وبرضو السوبر ستراكشر نفسه اللي هو الديك بيبقى برضو ليها اشكال مختلفة زي ما وضحنا في فيديوهات سابقة. طيب اللود اللي بعده هو السوبر امبوزد ديد لود، وده رمزه في الكود SDL، وده بيعبر عن وزن الويرنج سيرفيس اللي هو الاسفلت والسايد ووك واليوتيليتيز والباريرز والهاند ريلز. ودي صورة معانا بتوضح انواع السوبر امبوزد لود على الكباري. الحمل اللي هنتكلم عليه بعد كده هو اللايف لود ورمزه LL، وده بينقسم لنوعين، تراك ويونيفورم لود. والصورة اللي بتظهر معانا دي بتوضح طريقة توزيع الحمل وتكوينه، وزي ما واضح معانا إن الحمل بيتكون من تراك 60 طن من 4 عجلات، المسافات البينية منهم في الاتجاه الطولي متر 20، في الاتجاه العرضي 2 متر ونص متر يدج يمين وشمال، يعني اللين كلها على بعضها 3 متر. ومع 60 طن دي في يونيفورم لود 0.9 طن على المتر سكوير. بعد كده عربية 40 طن من 4 عجلات برضو بنفس المسافات البينية اللي وضحناها، ومعها يونيفورم لود 0.25 طن على المتر سكوير. وتالت حاجة تراك 20 طن من 4 عجلات بنفس المسافات البينية ومعاها يونيفورم لود 0.25 طن على المتر سكوير. وأي ريميننج اريا في الكوبري بعد كده بنحملها ب 0.25 طن على المتر سكوير. الكود بينبه علينا ان احنا الاحمال دي نحملها بحيث نقدر نوصل لاكبر ستريننج اكشن على الكوبري لكل العناصر. فايه كيس التحميل اللي ممكن نعملها توصلنا للحاله دي؟ هما 3 كيسز، هما دول المين، وساعات بيتولد كيس تانية نتيجه شكل الكوبري. ايه هما 3 كيسز؟ اولا ان احنا نحمل التراكس دي بالترتيب من اليمين للشمال مره ومن الشمال لليمين مره. بمعنى باجي على طرف الكوبري بحط العربيه 60 طن باللين بتاعتها، بعد كده ال 40 واللين بتاعتها وال 20 واللين بتاعتها، بعد كده الريميننج اريا 0.25 طن على المتر سكوير. والكيس التانية باجي بالشمال بالعكس 60 40 20 وريميننج اريا. والكيس التالتة هي ان انا احمل العناصر دي في النص بحيث انها تجيب السترينج اكشن عالية على الاليمنت اللي في النص. ودي بنعمل فيها ايه؟ بنجيب المحصلة بتاعة الحمل بتاعة الثلاثة تراك مكانها فين، بنحط المكان ده على سنتر لاين الكوبري بالظبط. في الحالة دي بيكون معانا ال 60 طن هي اللي في النص، وال 40 وال 20 على يمينها وشمالها، في ريميننج اريا على اليمين والشمال بنحط فيهم اللود اللي هو ايه 0.25 طن على المتر سكوير. في الكود القديم كان التراكس دي ما كانتش شامله الامباكت لود، كنا بنحسب الامباكت لود ونضرب الارقام دي في الامباكت لود ونزوده. انما هنا في الكود الجديد لا، اللودز دي شامله الامباكت لود، فانا مش محتاج احسبه خلاص. طيب لو انا عندي عرض الكوبري كده، انا عرفت ان عرض اللين 3 متر في 3 لين 9 متر. لو عندي عرض الكوبري مثلا 8 متر، فساعتها هاخد اللين بتاع 60 واللين ال 40 فقط، والريميننج اريا هحطها 0.25. كده يبقى وضحنا اللايف لود. وناقص اخر جزء في اللايف لود وهو البيدستريان لود. البيدستريان لود هو طبعا من اسمه بيعبر عن حمل المشاة، وهو ليه عندنا قيمتين. لو عرض الرصيف عندي اقل من 1.5 متر باخده 0.25 طن على المتر سكوير، ولو اكبر من 1.5 متر بيبقى 0.5 طن على المتر سكوير. ال 0.5 طن على المتر سكوير دي هي نفسها حمل اللايف لود في كباري المشاة. يعني انا لو بعمل كوبري المشاة فقط بيبقى الحمل عليه 0.5 طن على المتر سكوير، حمل موزع. هنتكلم دلوقتي على لود السنترفيوجال فورس، ورمزه في الكود بيكون CE أو سنت. واللود ده ما بيظهرش معانا غير في الكيرفت بريدجز، وبيكون زي ما واضح معانا في الصورة اللي بتظهر نتيجة إن العربية بتتحرك بسرعة على الكيرف في الكوبري، بيتولد قوة الطرد المركزية على العربية، بيكون نتيجة الاحتكاك ما بين العجل وبين الطريق، واللي بنقدر نحسبها بعدة قيم بتعتمد على نص قطر الدوران ده زي ما واضح معانا في الجدول. والجدول ده معتمد على تو فاكتورز اللي هم الار والكيو بي. الار طبعا اللي هو نص قطر الدوران بتاع الكوبري، الكيو بي ده هو مجموع اللايف لود المؤثرة على الكوبري اللي احنا بندرسه.
واللود اللي بعده هو البريكنج فورس رمز بالكود بي ار، وده طبعا بيكون نتيجة فرامل العربيات على الكوبري، وبيكون ليه مركبتين نقدر نحسبهم من المعادلتين اللي بيظهروا قدامنا دول، اللي هو الكيو ال والكيو تي. واحدة منهم اللي هي الكيو ال بتبقى في الاتجاه الطولي، وبتكون قيمتها 360 زائد 2.7 ال، وما يكونش أكبر من 90 طن على الكوبري. ايه هي ال هنا؟ ال هنا هي طول الكوبري من الاكسبانشن تو اكسبانشن. يعني انا لو عندي الكوبري مثلا كيلو وانا عامل فواصل مثلا كل 70 متر او كل 60 متر، فيبقى طول ال دي 60 متر. لو عامل فاصل كل 90 متر يبقى ال دي 90 متر. والمركبه الثانيه هي الكيو تي، بتاثر على الاتجاه العمودي على الاتجاه الطولي، طبعا تبقى ربع قيمه الاتجاه الطولي. واحنا بنصمم الاكسبانشن جوينت، البريكنج دي بتجيب ديفورميشن عاليه جدا، فالجهد هنا بيخفض لي الفورس دي، بينزلها لغايه 18 طن مقسوم على 2 فورس، المسافه بينهم 2 متر. هي دي اللي بقدر احسب منها الديفورميشن اللي بتحصل عند الاكسبانشن جوينت اللي بصمم عليها الاكسبانشن. وده شكل توضيحي بيبين شكل البريكنج فورس على الكباري. واللود اللي بعد كده بيظهر معانا هو الفيجولار كوليجن، ورمزه في الكود اي ام بي، وزي ما واضح معانا في الصوره هو بيكون تصادم العربيات في السبورتنج سيستم اللي هي بيرز او الاباطمه. وده بناخده لما بتكون السبورتس دي منفذه من غير اي طريقه امان تحميها من الصدمه، زي مثلا بايرز. يعني انت ممكن تعمل بايرز قبل الفريم او قبل الاباطمنت تحميه من صدمه العربيات دي. فاحنا لو مش عاملين الانظمه دي يبقى هناخد لود الفيجولار كوليجن، وده قيمته بتكون 100 طن في اتجاه حركه الطريق و50 طن في الاتجاه العمودي عليه، وبيأثروا على ارتفاع 1.25 متر من وش الطريق. طيب لو اللي بيعدي من تحت الكوبري مش طريق، بيعدي سكة حديد، الريلوي يعني، ساعتها بناخد الفورس دي 180 طن في اتجاه الحركة بتاعت القطر، وبتكون على ارتفاع متر 20 مش متر وربع. اللود اللي بعد كده هو الويند، ورمزه في الكود ويند. ده طبعا هو حمل الرياح المؤثرة على جسم الكوبري سواء سب أو سوبر ستراكشر، وكذلك بيتم دراستها على العربيات اللي بتعدي فوق الكوبري، وده بيتم حسابه عن طريق المعادلات اللي بتظهر معانا. في معادلة هي لحساب قيمة الفورس في الاتجاه الأفقي، ومعادلة أخرى لحساب قيمة الفورس في الاتجاه الرأسي، والمعادلتين دول بيعتمدوا على الويند تنستي اللي هي الكيو، اللي هي في المعادلة الثالثة اللي بتظهر معانا. والمعادلات دي كلها بتعتمد على بعض الفاكتورز هنوضحها كلها مع بعض دلوقتي، وبنقدر نحدد قيمة الفاكتورز دي من الجداول زي ما هنشوف. سكتش معانا بيوضح تأثير الويند على الكوبري وعلى السب ستراكشر وعلى السوبر ستراكشر. طيب المعادلات دي هنحتاج نحسبها مرتين، مرة والكوبري معلوش أي عربيات، اللي هو بس الجسم الكوبري بنحمل عليه الويند أفقي وراسي، مرة تانية والكوبري عليه عربيات بنجيب برضو الويند في الاتجاه الأفقي والرأسي. إيه الفاكتورز بقى اللي معانا؟ خلينا نتكلم الأول عن الاف اكس، هي الويند فورس في الاتجاه الأفقي، والكيو هي الويند دينستي، وقيمتها بتعتمد على الجيوغرافيك لوكيشن، اللي هو مكان الكوبري فين. وده طبعا في الكود الأوروبي هيكون أرقامها في حتة تانية. الكي هو الاكسبوجر فاكتور او معامل التعرض، وده بيكون معتمد على الارتفاع الكوبري من فوق الارض، وليه جدول هنوضحه ونوضح قيمه وبنحسبها ازاي. السي اتش وده معامل الويند فورس في الاتجاه الافقي، وبيعتمد على شكل القطاع للكوبري وحساب نسبة البي على الدي ام. البي على الدي ام دي هي عرض الكوبري على العمق المكافئ للكوبري، ودي هنوضحها مع الاي اتش. الاي اتش هي المساحة المعرضة لحمل الرياح في الاتجاه الافقي، وهي والسي اتش الاثنين بيتغير قيمتهم لو اخدنا حمل الرياح على العربيات. يعني هما التو فاكتورز دول اللي بيفرقوا في حساب القوة الأفقية للرياح، سواء في كيس إن في عربيات فوق كوبري أو لأ. الصورة والجدول اللي معانا دول بيوضحوا طريقة حساب العمق الفعال اللي هو الدي ام، اللي هو لو أنا عندي كوبري بدون أحمال مرورية بيبقى فيه حالتين: كوبري ذو حاجز مفتوح، وده بناخد فيه اللي هو الدي 1 اللي هو عمق الكوبري بالرصيف الصغير اللي عليه الحاجز، او ممكن ما يكونش الرصيف ده موجود، يكون عمق الكوبري فقط. والحاله الثانيه انه يكون الحاجز مصمت، وساعتها بناخد بقى ارتفاع الكوبري مع ارتفاع الحاجز اللي هو دي 2. والحالة التانية اللي هو في وجود أحمال مرورية بناخد فيها ارتفاع الكوبري مع ارتفاعات ثابتة طبقا لنوع الكوبري. لو كوبري طرق يبقى دي زائد 3 متر، ولو كوبري مشاة يبقى دي 1.8 متر، ولو كوبري سكة حديدية يبقى دي 3.5 متر. كده نبقى وضحنا الفاكتورز المستخدمة في القوة الأفقية. الفاكتورز المستخدمة بقى في القوة الرأسية: الاف في هي قوة الرياح في الاتجاه الرأسي، والسي في هو معامل الويند فورس في الاتجاه الرأسي، برضه بيعتمد على نسبة بي على دي ام اللي وضحناها قبل كده. والاي في هي المساحة المعرضة لحمل الرياح في الاتجاه الرأسي، وهي بتكون ببساطة عرض الكوبري في طوله. كده يبقى احنا نقدر نحسب القوتين، ناقصنا الكيو نقدر نحسبها عشان نقدر نحسب الاف اكس والاف في. طيب الكيو برضو بتعتمد على بعض العوامل، اولها الفي هي سرعة الرياح مقاسة على ارتفاع 10 متر من سطح الارض، وليها جدول هنوضحه مع بعض. بعد كده والرو هي كثافة الهواء، ودي ثابتة بناخدها 1.4 كيلو جرام على المتر مكعب. والسي تي وهو معامل الطبوغرافيا بتاع التربة،
بتاع الأرض المحيطة بالكوبري، وده بيعتمد على نوع التربة مستوية مايلة معرجة حوالين الكوبري. وأخيرا ال SB وده موديفيكيشن فاكتور بناخده 1.2 مع الكباري الرئيسية وواحد مع الكباري الثانوية. ودلوقتي هنوضح مع بعض الجداول لكل الفاكتورز اللي قلناها. أول جدول هيظهر معانا هو جدول معامل التعارض اللي هو K، وده زي ما قلنا بيعتمد على الارتفاع من سطح الأرض، وكمان بيعتمد على المنطقة المحيطة بالكوبري، طيب اللي هي منطقة التعارض. وهم 3 مناطق في الأوبن اكسبوجر والسب أربان اكسبوجر والسيتي سنتر اكسبوجر. زي ما هو واضح تصنيفهم واضح جدا، اللي هي منطقة نائية ومنطقة فيها مباني بسيطة ومنطقة فيها مباني عالية. عن طريق ال3 مناطق دول والارتفاع نقدر نحدد الكي. والجدول اللي بعده هو السي اتش، زي ما قلنا هو بيعتمد على نوع الديك سواء قمر او بوكس ونسبة بي على دي ام. فحسب النسبة دي والنوع الكوبري نقدر ناخد الفاكتور سي اتش. بعد كده بيظهر معانا جدول فاكتور السي في، وهو بيعتمد على نسبة البي على الدي ام، وحسب الرقم اللي ده نقدر ناخد قيمة السي في. بعد كده بيظهر معانا جدول الرياح، واللي هو طبعا بيعتمد على مكان المدينة، مكانها فين، قريبة من البحر بعيدة. وطبعا هو كاتب لك أسامي المدن وقيمة الويند سبيد لكل مدينة منهم. وآخر جدول هو السي تي، والسي تي هو بيعتمد على طبيعة الأرض زي ما وضحنا، وواضح من الجدول هو تصنيف الأرض مستوية، أرض مايلة بزوايا معينة، أو جبال وهضاب والكلام ده، وبناخد على أساس الكلام ده فاكتور السي تي. وبكده نبقى وضحنا كل الفاكتورز اللي داخلة في حسابات الويند، وكده نقدر نحسب الويند لود في الاتجاه الأفقي والرأسي في الحالتين اللي قلنا عليهم بوجود اللايف لود أو عدم وجوده. اللود اللي بعد كده هو الإيرث كويك، وبنربط له في الكود بالإي كيو. وهنتكلم هنا عن تمثيل الإيرث كويك باستخدام الريسبونس سبيكترم ميثود، واللي بتعتمد على 3 حاجات رئيسية، وهي المنطقة الزلزالية، ودي بنقدر نحددها عن طريق التشارت اللي بتظهر قدامنا دي، واللي بتوضح لنا 5 مناطق زلزالية، كل منطقة ليها لون على الخريطة، وكل مدينة حسب وقع في أي منطقة من دول نقدر نعرف إحنا في أنهي منطقة زلزالية. في تسهيل أكتر من التشارت إن هو عامل جداول بأسامي المحافظات وكل محافظة بتقع في أنهي منطقة بالظبط. ومن المنطقة الزلزالية نقدر نحدد كمان العجلة الأرضية التصميمية للزلزال اللي هي ال AG، طبقا للجدول اللي بيظهر معانا ده حسب كل منطقة. والحاجة التالتة هي تصنيف التربة اللي احنا بنقيم عليها كوبري، ودي بتكون طبقا للجدول اللي بيظهر معانا ده، والجدول ده بيكون حسب تصنيف أو تكوين التربة، وبتتقسم ل5 أنواع A و B و C و D و E. والحقيقة ال3 حاجات دول بيوفرهم لنا استشاري التربة أو الجيوتكنيكال انجينير في تقرير التربة، ومنهم هنقدر نحسب الريسبونس سبيكترم كيرفز، واللي بيدخل في حساباتها معامل الأهمية اللي هو بناخده 1.3 للكباري الرئيسية وواحد للكباري الثانوية. طيب الزلازل بتأثر على المنشأ في مركبتين، واحدة أفقية وتانية رأسية. والأفقية طبعا اللي احنا بناخدها مرة في اتجاه إكس ومرة في اتجاه واي، وبنحسب لكل مركبة فيهم الريسبونس سبيكترم كيرفز اللي بتكون ما بين التايم بيريود والالاستيك سيزميك كوفيشنت، وبيتم رسمه اولا الاتجاه الافقي عن طريق المعادلات اللي بتظهر معانا، واللي هي بتكون محدده ب4 بيريود زي ما واضح قدامنا. ومن المعادلات دي بنقدر نرسم الكيرفز اللي احنا هنقدر نستخدمها في الريسبونس سبيكترم ميثود، واللي هم نوعين. النوع الاول ده بيستخدم لجميع محافظات الجمهوريه او جميع مناطق الجمهوريه، والنوع الثاني بيستخدم للمناطق الساحليه فقط اللي هي المطله على البحر المتوسط. ده فقط بما معناه ان احنا هنيجي في المناطق الساحليه دي هنستخدم النوعين، ونشوف الفرص الأكبر الناتجة من أي من الكيرفين دي هي اللي هتصمم عليها. والكود الأوروبي هنا بيختلف في الكيرفات دي، إن هو عاكسهم، التايب 2 هو لجميع المناطق وتايب 1 هو للمناطق الساحلية. المعادلات المستخدمة لرسم الكيرفز دي بتعتمد على بعض الفاكتورز اللي هي قلنا زي ما قلنا التايم بيريود، وبقية الفاكتورز اللي هي زي الاي جي والكاما 1 اللي هو معامل الأهمية دول وضحناهم، والاس والتايم بيريودز دول، والايتا هنوضحهم مع بعض دلوقتي. الايتا معامل بيعتمد على نوع المنشأ، سواء إذا كان حديد أو خرسانة، وإذا كان خرسانة مسلحة ولا خرسانة سابقة الإجهاد. زي ما احنا شايفين لو خرسانة مسلحة بيبقى الإيتا ب1، لو خرسانة سابقة الإجهاد بيبقى 1.05. طيب والفاكتورز اللي هي الإس والأزمنة تي دي وتي سي وتي بي دول بيعتمدوا على تصنيف التربة، وبناخدهم من الجداول اللي بتطلع قدامنا دي لتايب 1 وتايب 2. حسب التصنيف بقدر أحدد الإس والتي بي والتي سي والتي دي، تصنيف التربة طبعا. بحصلنا على الفاكتورز دي كده نقدر نرسم الجراف للاتجاه الهوريزونتال للريسبونس سبيكترم. بالنسبة للمركبة الرئيسية بنحسبها بنفس الكونسبت بالظبط، بس الفاكتورز بتتغير معانا شوية، وبيكون ليها قيم تانية بنقدر نحددها من الجدول اللي بيظهر قدامنا ده، حيث في قيم لتايب 1 وقيم لتايب 2. وهنا هو شال الاي جي واستعان عنها ب اي بي جي اللي هي بتكون نسبة من الاي جي.
ونجيب الازمنه طبعا من الجدول، وبكده نقدر نرسم برضه التو جرافس للفيرتيكال ريسبونس فيكتور. واخيرا بيظهر معانا جدول الريدكشن فاكتور اللي بنستخدمه مع الاعمده والخوازيق، لكن بشرط تحديد اماكن البلاستيك هنج. البلاستيك هنج طبعا بتبقى على بدايه ونهايه العمود، واللي هي عشانها بنكثف الكنات في بدايه ونهايه العمود في المباني. بس احنا حقيقه في الكباري ما بنتبعش الطريقه دي، واحنا بنصمم الكباري كلها من غير بلاستيك هنج، وبناخد الارب واحد، ما بنستخدمش الريدكشن فاكتور. كده نبقى شرحنا كيفيه ادخال الزلازل على الكباري. هنتكلم مع بعض دلوقتي عن الايرث بريشر، وده بيكون عبارة عن مركبتين، مركبة أفقية وبنرمز لها بالإي اتش، والمركبة الرئيسية اللي هي وزن التراب وبنرمز لها بالإي في. وطبعا ده حمل بنستخدمه مع أي نظام سند زي الأباتمنتس أو الريتيننج وول، وبنقدر نحسبه بمعرفة الجاما سويل والفريكشن أنجل اللي هي الفاي، والإيرث بريشر كوفيشنت اللي هما الكي نود أو كي اتريست يعني، والكي أكتف والكي بس. بنقدر نحسبه من المعادلات اللي بتظهر قدامنا دي اللي هي معتمدة على الفريكشن أنجل. وهنا في معلومة مهمة جدا لازم نقولها بالذات في الأباتمنتس بتاعت الكباري، وهي إن الهوريزونتال إيرث بريشر لما بيأثر على حاجة ريجيد، على جسم ستراكشر ريجيد يعني، بناخد قيمة إيرث بريشر كوفيشنت بيكون كي نود بدل من كي أكتف، زي مثلا الأنفاق. طب إيه اللي يقول لنا إن الحاجة دي ريجيد ولا مش ريجيد؟ خلينا نتكلم مثلا على الأكتاف، لأن المشكلة دي دايما بتحصل في الأكتاف. ده هيكون عن طريق اكسرسايز صغير، إن أنت بتاخد شريحة متر من الاستراكشر بتاعك اللي هو الكتف، وبتحط تعمل عليها أبلاي للإيرث بريشر عادي جدا، وبتشوف الديفورميشن بتاعته اللي بتحصل عند التوب بتاع الاباتمنت ده. بتقسم الدلتا اللي حصلت معاك دي على ارتفاع الاباتمنت، الاتش دلتا على اتش، بتشوفهم لو اقل او يساوي 0.02 فكده الجسم ريجيد، وساعتها هناخد الكي نود. طب لو اكبر من 0.02 ساعتها يبقى فليكسبل وناخد الكي اكتف عادي جدا. في حمل تاني مرتبط بالايرث بريشر وهو اللايف لود سيرتشارج. اللايف لود سيرتشارج ده بناخده امتى؟ لما بيكون عندنا عربيات او في طريق على الردم اللي احنا حاطينه ورا نظام السند بتاعنا. وفي الكود المصري اللايف لود سيرتشارج ده ليه قيم ثابته، مع كباري الطرق بيتاخد 2 طن على المتر، ومع كباري الريلوي او الكباري المشاة بناخده 5 طن على المتر سكوير. وده سكتش بيوضح معانا شكل السيرتشارج والايرث بريشر على الاباتمنت مثلا. والدبليو 4 والدبليو 5 دول مثلا بيعبروا عن المركبه الرئيسيه لوزن التراب على القاعده بتاعه الاباتمنت. واللود اللي بعد كده هو temperature effect، وده بينقسم لنوعين. أول نوع هو اليونيفورم temperature بنرمز له بالتي يو، وده قيمته بناخدها بلس أور ماينس 20 للكباري الخرسانية وبلس أور ماينس 30 للكباري الستيل. والنوع التاني هو التمبريتشر جريدينت ورمزه هو تي جي، وده بيكون نتيجة تغيير درجة الحرارة خلال جسم الكوبري فوق وتحته يعني، نتيجة إن جزء منه معرض للشمس دايركت زي ما واضح معانا في الصورة كده، وجزء تاني مش معرض للشمس دايركت، ومع وجود كمان الرياح. فده بيخلي فيه اختلاف ما بين درجة الحرارة فوق وتحت، وبناخد قيمته ساعتها بلس أور ماينس 5 للكباري الخرسانية وبلس أور ماينس 15 للكباري الستيل. بعد كده اللود اللي بعديه هو السيتلمنت ورمزه هو الاس اي، وقيمة السيتلمنت دي بنحصل عليها من الجيوتكنيكال ريبورت، وبنستخدم الورست كوميوليتيف ميثود لحساب تأثير السيتلمنت على الكوبري، بحيث ان احنا بندخله مثلا ان هو عند عمود واحد وبقيه الاعمده لا، او عند عمودين مثلا متجاورين، او عند عمودين بعاد عن بعض وبقيه الاعمده لا، او عند عمود وعمود او كل الاعمده وعمود لا. يعني بنقعد نعمل كيسز مختلفه كده، والبرامج الاناليسيس حاليا بتقدر تعمل الكلام ده اوتوماتيك. بعد كده بيجي معانا لود البريست تريسنج ورمزه هو بي اس. البريست تريسنج هو حمل بنستخدمه لتحسين مقاومه الخرسانه في الشد، وبنقدر نستخدمه بطريقتين اللي هما البوست تنشن او البري تنشن، والاكثر شيوعا في الاستخدام البوست تنشن. والبوست تنشن ممكن تستخدمه في الكاست ان سيتيو جيردرز او البري كاست جيردر، وده اكزامبل لشكل احد اشكال البريست تريسنج المستخدمه، وان شاء الله يكون في فيديوهات شرح مفصل للبريست تريسنج. واخر لودز معانا هي كريب وشرينجج افكت، ورمزهم هم السي ار والاس اتش، ودول نقدر نخلي البرنامج يحسبهم اوتوماتيك عن طريق الستيج كونستراكشن اناليسيز او التايم ديبندنت اناليسيز يعني، او ان احنا بنحسب ليهم equivalent temperature عن طريق حساب السترين اللي بيحصل نتيجتهم، وبندخل التمبريتشر دي على جسم الكوب، وبنقدر نحسبها طبقا للمعادلات اللي جايه. اولا التايم ديبندنت deformation due to creep، ده بيكون عن طريق حساب الانفعال او السترين الناتج عن الكريب طبقا للمعادلتين اللي ظاهرين معانا دول، اللي هم معتمد استخدام اي منهم يعني على قيمه الجاما سي. الجاما سي دي اللي هي اجهاد الضغط المؤثر على الخرسانه، واللي بيكون نتيجه الحمل الدائم اللي بيسبب الكريب
للقطاع بتاعنا، واللي غالبا معانا في الكباري بيكون البريستريسنج، والجاما سي دي بتساوي قيمة الحمل اللي بيأثر ده على مساحة القطاع المعرضة. وبيظهر معانا في المعادلات برضو الفاي والفاي ان ال، فاي اللي هي الفاينل كريب كوفيشنت، والفاي ان ال اللي هي النون لينير كريب كوفيشنت، ودول بنقدر نحسبهم بالمعادلات اللي بتظهر معانا دي، واللي بيظهر فيها بعض الفاكتورز اللي هنوضحها مع بعض دلوقتي. واولها هو البيتا 1، والبيتا 1 ده هو معامل بيعبر عن تأثير الاف سي يو للخرسانة، وبناخده طبقا للجدول اللي قدامنا ده، حسب الاف سي يو ناخد قيمة البيتا 1. والبيتا 2 هو معامل بيعبر عن عمر الخرسانة من تاريخ تأثرها بالحمل الدائم ده. الجدول هنا بيوفر لنا عدة أزمنة أكبرها ال 100 يوم، واحنا كريب دايما بنحسبه بعد مدة كبيرة، فهناخد هنا ال 100 يوم. طيب، وبتعتمد برضو على رتبة الخرسانة دي اللي هي معتمدة على رتبة الأسمنت، وغالبا معظم الخلطات الخرسانية اللي بنستخدمها بتكون في الرتبة B. طيب، والفاكتور اللي بعد كده هو فاي ار اتش. الفاي ار اتش ده هو معامل بيعبر عن تأثير الرطوبة، وبيعتمد على البعد الاعتباري للقطاع. ايه البعد الاعتباري للقطاع؟ هو الاريا بتاعت القطاع على البريمتر بتاعه مضروب في 2، وبناخد قيمته طبقا للجدول اللي بيظهر قدامنا ده، البعد الاعتباري للقطاع والاف سي يو، بناخد قيمة الايه الكيو ار اتش. واخر فاكتور معانا في المعادلتين بتوع الفاي هو الكي سيجما. الكي سيجما هو نسبة اجهاد الضغط المؤثر على الخرسانة اللي هو الجاما سي على الاف سي يو. بالحصول على الفاكتورز دي كده نقدر نحسب السترين اللي بيجي نتيجة الكريب، ومنه نقدر نحسب الايكويفالنت تمبريتشر عن طريق المعادلة اللي بتظهر معانا دي. بيكون عن طريق ان السترين بيساوي الالفا اللي هو التمدد الحراري للخرسانة في تي ايكويفالنت، والمجهول بالنسبة لنا اللي هو الايه التي ايكويفالنت. تاني حاجة اللي هو التايم ديبندنت ديفورميشن ديو تو شرينك، ودي بنحسبها بنفس المبدأ عن طريق المعادلة اللي بتظهر معانا، اللي بتكون معتمدة على تو فاكتورز اللي هو الكي اتش والاي سي دي. الكي اتش هو معامل يعتمد على البعد الاعتباري اللي هو بيظهر معانا في المعادلة التانية ده، واللي احنا وضحناها قبل كده، ونقدر نحدد قيمته من الجدول اللي بيظهر معانا ده، اللي يكون معتمد بس فقط على الايه البعد الاعتباري. واخيرا الاي سي دي زيرو، هو ده انكماش الخرسانة الاعتباري، واللي معتمد على الاف سي يو الخرسانة ورتبتها، وبنحدد قيمته طبقا للجدول ده. وزي ما قلنا رتبتنا عادة بنكون في الرتبة بي، مع الاف سي يو نقدر نحدد قيمة ايه الاي سي دي زيرو. وبكده نكون قدرنا نحدد كل الفاكتورز اللي عندنا، ونقدر نحسب السترين للشرينكج، ومنه الايكويفالنت تمبريتشر للشرينكج. وطبعا الفا اللي هو معامل التمدد الحراري بناخده 1.2 في 10 أس -5. وبكده نقدر نحسب الايكويفالنت تمبريتشر للشرينكج والكريب، وندخلهم على الكوبري كتمبريتشر عادية. وكده بفضل الله نكون خلصنا فيديو النهاردة. أتمنى أكون قدمت حاجة فعلا مفيدة وواضحة للجميع. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من صالح الدعاء، وما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا جدا لوقتكم، كان معاكم علي قط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.